اللي ما عندوش حاجة يخسرها قدامه كل حاجة يقدر يحققها. يعني إيه الكلام ده؟ ركز معايا كده. الشخص اللي ما عندوش حاجة يخسرها مش مقيد بأي حاجة، كل الحدود مفتوحة قدامه، الرفض مش بيفرق معاه ولا الفشل بيوقفه. علشان كده دايما بيقول لنفسه حاجة واحدة: إيه اللي هيحصل لي أكتر من اللي أنا فيه؟ أو أصلا ما عنديش حاجة أخسرها. عمرك فكرت قبل كده لما بتروح مكان جديد إيه اللي بيحصل؟ ما بيكونش فارق معاك مين هنا الغفير أو الوزير. ليه؟ لأن أنت مش خايف منهم، مش مقيد بمعرفتك بيهم، فمش خايف إنك تفقد صورتك في عينيهم. فأنت مش مقيد ومش خايف إنك تخسر حاجة. علشان كده كل الفرص بتكون قدامك مفتوحة. تقدر تتعلم لغة أسرع من كل اللي اتعلموها في بلدهم وما وصلوش فيها لمستوى أعلى، لأن أنت مقبل عليها من غير ما تكون خايف إنك تخسر أي حاجة. تقدر تدخل أي مكان عمرك ما فكرت حتى تدخله في بلدك. تدخل أي مكان، تكلم أي حد، تتعرف على أي حد، كل ده مش فارق معاك. ودي واحدة من أهم مميزات السفر اللي للأسف عمري ما سمعت حد بيتكلم عنها: إنك ما بتكونش مقيد ولا خايف. مش معنى كده إنك فقدت احترامك ولا أي حاجة، ولكنك بتبقى مقبل على الفرصة بكل ما أوتيت، في حين إن أهل المكان نفسهم يقولوا لك يا عم ده فلان، يا عم ده علان، لكن أنت بالنسبة لك مش فارق، هو مجرد شخص في الآخر. فأنت مش مقيد بنفس المقيدات اللي هم مقيدين بيها. مخاوفك مش مخاوفهم. علشان كده ناس كتير جدا بينجحوا بره وما بيكونوش قادرين ينجحوا ولو بنسبة 10% بنفس النجاح في بلدهم. الحاجات دي ممكن تبان بسيطة، لكن إحنا لازم نسأل نفسنا ليه؟ لأن هما ما بيكونوش خايفين من حكم حد ولا من تسلط حد عليهم، لأنهم بيكونوا مقبلين على الفرصة بكل حاجة جواهم، لأنه مش جاي بنفس قيود البيئة القديمة. ساعتها بيكتشف إنه يقدر يعيش بحرية أكبر، يقدر يتصرف على طبيعته، يقدر ينهل من أي حاجة هو نفسه فيها. لكن الناس اللي من نفس المكان بيكونوا مقيدين بحاجات كتير جدا، أولها خوفهم من كلام الناس، الأحكام، الخوف من إنهم يخسروا صورتهم في عين الناس، كمان محافظتهم على الراحة أو الحاجة اللي هم يملكوها أصلا. علشان كده المحافظة على الراحة هي أكبر عدو للطموح. لكن اللي ما عندوش أي حاجة يخسرها ده بيتحرك فعلا بحرية، وعنده جرأة كفاية إن هو يحاول، وكمان عنده راحة البال من الخوف، فبيتحرك أخف، فبيشوف أكتر، فبيتعلم أسرع. ناس كتير جدا في الدنيا عايشين بيحافظوا على الراحة بدل ما يسعوا في تحقيق حلمهم الحقيقي، وهي دي الضريبة اللي بيدفعوها بعد كده. لازم دايما عندهم كل خطوة محسوبة، كل كلمة موزونة، كل فعل لازم يطلعوا منه بمصلحة علشان يحافظوا على اللي في إيديهم، مش علشان يحققوا حاجة فعلا كبيرة أو يوصلوا لحلمهم الحقيقي. في النهاية حياتهم في الآخر بتكون عبارة عن ندم: يا ريتني عملت. لكن الشخص اللي ما عندوش حاجة يخسرها ده شخص مختلف عن الجميع لو أدرك فعلا للمرحلة اللي هو موجود فيها. علشان كده واحدة من أهم قواعد النجاح إن النجاح يحتاج لجرأة، سواء كان عندك اللي تخسره أو ما عندكش ده. لكن الشخص اللي ما عندوش حاجة يخسرها فهو مش مقيد أصلا، علشان كده بيتحرك بحرية وعنده جرأة أكبر من الشخص التاني. ويمكن أكبر مثال على ده هو كل الناس اللي أنت سمعت عنهم أو شفتهم في حياتك بدأوا من الصفر، أولهم عبد الغفور البرعي. وأخيرا فلازم أفكرك بأن المحافظة على الراحة هي أكبر عدو للطموح. لكن الناس اللي ما عندهمش راحة هم دول اللي بيسعوا علشان يلاقوها، وطول ما هم بيسعوا بيكتشفوا نفسهم. وعلشان كده مش كل الخسارة شر. أحيانا كتير جدا خسارتنا للحاجة اللي خايفين إن احنا نخسرها هي اللي بتحررنا. علشان كده اللي ما عندوش حاجة يخسرها قدامه كل حاجة يقدر يحققها. لكن الأهم إنك بعد الفيديو ده تفكر كويس جدا في الكلام ده. في مقولة مهمة جدا بتقول: أحسن حاجة في القاع إنه صلب كفاية إنك تبني عليه. سلام.